في سنة 1883 وضع السير فرانسيس جالتون حجر الأساس لتفسير الذكاء، ووقتها حول نظرتنا عن الذكاء من مجرد كلام فلسفي، مجرد كلام عشوائي، إلى كلام علمي تجريبي قائم على التجارب بشكل أساسي. ولكن في وصفه عن الذكاء كان وصف بريميتيف، وصف بدائي. وصف الذكاء إنه صفة موروثة بيولوجيا 100%، بيعتمد على الكفاءة بتاعت الجهاز العصبي وعلى قوة أو دقة الحواس. يعني كل ما كان الشخص عنده دقة حواس أو سرعة حواس فبالتالي المعدل الذكاء بتاعه أعلى. جه بعدها ألفريد بينت وطور من مفهومنا عن الذكاء وقال ما ينفعش نعتبر الذكاء هو مجرد قوة أو دقة حواس، ولكن طيب إيه بقى العوامل اللي هي ممكن تؤثر على معدل الذكاء؟ البداية من عند المكان اللي احنا بنتعلم فيه، وهنا أنا بتكلم على المرحلة العمرية المبكرة بشكل خاص. واحنا صغيرين الطفل اللي هو بيتعود يحل مشكلات، يكون مبدع، يشارك برأيه، أكيد مش هيكون زي طفل آخر هو أوريدي ما تعودش على الكلام ده. أيضا ثقافة المجتمع أو الأسرة اللي احنا عايشين فيها بيكون لها دور مهم. ولكن من الناحية البيولوجية أو الناحية العلمية فالعلماء اكتشفوا إن للخلايا العصبية دور مهم جدا في تحديد معدل الذكاء. وهنا أنا مش بتكلم على عدد الخلايا العصبية اللي احنا بنتولد بيها، أنا بتكلم على التنظيم والترتيب ما بين كل خلايا عصبية والأخرى. هنا بيحصل عندك تواصل ما بين الخلايا العصبية وبعضها من خلال إطلاق لإشارات في منطقة اسمها السينابسس. هذه الإشارات توصل لكل خلايا عصبية عند منطقة اسمها النورو ترانسميترز، فبالتالي بيحصل عندك كوميونيكيشن، تواصل ما بين الخلايا العصبية وبعضها. العلماء اكتشفوا إن كل ما هنفهم من كده إن إحنا ما نقدرش نطور من ذكائنا، أبشر تقدر تطور من ذكائك. العلم الحديث بيرفع شعار الذكاء ليس نصيبا من الكعك وللتبيبة، اللي هو عضلة تنمو وتتطور بالتدريب. يعني حضرتك لو رحت جيم أكيد تاني أسبوع مش هيبقى زي أول يوم، ولا سنة هتبقى زي بعد تاني أسبوع وهكذا. أيضا الذكاء نفس الحكاية، أنت لو اتعلمت أكتر، لو بدأت تدرب عقلك يفكر بشكل أكتر،